قبل ما نبدأ المسلسل ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا. ويلا نبدأ المسلسل. بيبدأ المسلسل مع سيونج اللي بيكون راجع واكل علقة بسبب انه كان مديون لناس وهو رايح يسدد، خبط في بنت وسرقت الفلوس منه، فقال علقة محترمة ومضوه على ورقة انه متنازل عن اعضائه الشهر الجاي لو ما سددش الفلوس. وباين ان سيونج الدنيا جايه عليه ومزعلاه قوي، وبيجي له واحد لابس بدله وباين عليه حد مهم، فبيقول له يلا نلعب لعبه، فراح مطلع المسدس اللي هو مش مسدس اصلا، وبيقول له معاك سجاير، فالراجل قال له لا ما معيش سجاير، لكن معايا لعبه كل ما هتكسبني فيها هديك 100,000 يوان. سيونج ما بيكونش مصدق وبتكون اللعبه بسيطه وهو ما معهوش فلوس، واللعبه عباره عن ان كل واحد هيمسك الظرف ويخبطه في التاني، وبيخبط سيونج الظرف لكن مش بيعرف يقلب الظرف، والراجل بيخبط الظرف وبيقلب الظرف بتاع سيونج وبيكسب، وسيونج بيكون مديون وما معهوش فلوس، لكن الراجل قال له مفيش مشكله وبيضربه بالقلم وبيقول له كده انت دفعت ال100,000، وبيتغاظ سيونج وبيقرر يكمل، والراجل بينفض له وشه وكسبه 11 مره، لكن اخيرا بيكسب سيونج، وسيونج لسه بيتمطع علشان يضرب الراجل، قال له لا دول ال100,000 يوان تعالى نلعب تاني، وسيونج بيلعب تاني وبيكسب، وبيكون الشخص ده قام بمهمته وطمح سيونج وبيقول له ان في لعبه تانية لو عايز تكسب فلوس اكتر كلمني علشان تشترك، وبيديله الكارت بتاعه وبيمشي. في الليله دي بيقرر سيونج انه يتعشى سمك عند ام سانج، وسانج ابنها معروف انه عبقرينه الحته ومسمينه الجهبذ، وبياخد السمك وبيروح لست الحبايب وهم بيتعشوا، بيقول لها خدي الفلوس دي وهات لنا خفاشين شمرت على ذوقك واعملي لنا عليهم فته، لكن ست الحبايب عارفه ان ابنها فقري وفكرته اشتغل حرامي، لكنه قال لها انهم جايين من عرق قفاه، وامه بعد ما خدت الفلوس قالت له انت محتاج فلوس كتير علشان ترجع بنتك من جوز امها، لانه ناوي ياخدها ويسافر امريكا علشان جاله شغل هناك، ومفيش محكمة هترضى تديك البنت وانت عليك فلوس كتير، وبعدين بتقعد تندب حظه ويا ميل ببختك يا ابني وحظك قليل يا ابني، وتقعد تندب، وسونج بتصعب عليه نفسه وبيكون عايز يسيب الاكل لكنه بيكمل اكله، وقبل ما بينام بيقلب في صور بنته وبيفتكر الديون اللي عليه وانه ممكن ما يشوفهاش تاني، فبيقرر يكلم الراجل اللي قابله في المترو ويشترك في اللعبة، وبيروح المكان اللي هيتقابلوا فيه، وبتيجي عربية وبيركب سيونج وبيكون مستغرب الناس اللي فيها ليه نايمين، وبيسأل السواق بيقول له الناس نايمين ليه يا اسطى، وبيطلعوا نايمين بسبب غاز منيمهم، وسيونج بيصحى بيلاقي نفسه في عنبر كبير وبيلاقي لبسه اتغير وبيبقى عليه رقم، وبيلاقي راجل عجوز قاعد يعد الموجودين، فبيقول له يابا احنا 456 زي ما هو مكتوب. بعدها بيسمع صوت خناقه وبيلاقي واحد بلطجي ماسك واحده بيضربها، وكانت شغاله معاه حراميه لكن غدرت بيه وراحت اشتغلت مع حد تاني، وبتطلع نفس البنت اللي سرقت سيونج، فبيزق البلطجي وبيقول لها فين فلوسي، وقبل ما يتخانقوا على مين يضربها بيتفتح الباب وبيدخلوا الحراس، والحراس دول بيكونوا رتب يعني مربع دايره مثلث، والمربع اعلى رتبه، واللي بيكتشف هويته بيموت، والحارس بيبدا يرحب بيهم، لكن الناس بتكون متضايقه من الطريقه اللي جابوهم بيها، وبيقولوا له انه يعتبر خاطفهم لانه جابهم غصب عنهم، فالحارس بيطفي النور وبيبدا يقول لهم كل واحد هنا جه ليه، زي الديون اللي عليه والقواضي اللي عليه، زي سانج ابن بياعه السمك المرتشي اللي عليه قواضي، وقال لهم اللي عايز يمشي يقول من دلوقتي، وسيونج بيساله الجايزه كام، فبيقول له جايزه بتتحدد بعد كل لعبه وهم 6 ألعاب، وبعد كل لعبه الفلوس بتتجمع في الكوره دي وهتظهر قيمتها على الشاشه دي، وبيروحوا علشان يمضوا على انهم موافقين على اللعب، والعقد بتاع اللعبه ما بيبقاش فيه غير 3 بنود، رقم 1 ممنوع حد يوقف اللعبه، رقم 2 اللي هيرفض يلعب هيتم اقصائه، 3 بتنتهي الالعاب كلها بموافقه الاغلبيه ولو حبوا انها تنتهي، وده القائد او مدير المكان، وبيخرجوا اللاعبين كلهم علشان كل واحد يبقى ليه صوره للذكرى ومعاها رقمه، وبتبتدي اول لعبه في الملعب ده، وبيخش سيونج وبيشوف سانج وبيقول له انه مستغرب انه شافه هنا، لكن سانج بيتوه في الكلام وبيقول له مش وقته، والقائد بيخش المكتب بتاعه وبيرد على التليفون وبيكلم واحد وبيقول له مفيش مشاكل وان خلاص الالعاب هتبتدي، وبيبداوا يسمعوا صوت بيقول لهم ان اللعبه اللي هيلعبوها هي اشاره حمراء واشاره خضراء، زي كيكه على العالي وكيكه على الواطي عندنا، والاشاره الحمراء تقف والخضراء تمشي، اللاعب اللي هيتحرك لما العروسه دي تقول اشاره حمراء هيبقى خسر وهيتم اقصائه. بتبدا اللعبه وبيكون قدامهم 5 دقايق علشان يعدوا الناحيه التانيه علشان يوصلوا للعروسه، العروسه بتقول اشاره خضراء وبيبداوا يجروا، والعبيط ده مفكرها مسابقه جري، بعدها بتقول اشاره حمراء فكله بيثبت، ولكن العبيط ده بيكون لسه بيتحرك فبيتم اقصائه، فسمعوا صوت ضرب نار بس مش عارفين منين، والعروسه بتقول اشاره خضراء فبيتحركوا تاني، والشخص ده بيقول له قوم يا عم تم اقصائك، لكن بنكتشف انه مش هيقوم تاني، وبتبدا الدنيا تخرب والكل بيبدا يتحرك ما عدا سيونج وكام شخص كده ناصح،
وبيبدأ الضرب فيهم او في اي حاجة بتتحرك، لان العروسة دي بتكون مستشعر حركة، اي حاجة بتتحرك بتضربها. والقائد بيكون قاعد بيشرب ويسكي وبيسمع اغنية فيلاديو زامون، وبتكون باقي اللعيبة مجبرة انها تكمل لان اللعبة بوقت، وكل اللي ما عداش الخط قبل ما الوقت يخلص هيموت. وبتخلص اللعبة الاولى وبنكتشف انهم على جزيرة في مكان وسط البحر، وبيرجعوا العنبر وبيجيلهم الحراس وبيهنوهم ويعرفوهم انه مات 255 وفاضل 201. ومن وسط الصفوف بتطلع واحدة اسمها هان مي وبتقول لهم انها ام وعندها ابن وعايزة تربيه، ودي كمان بتقول له ان عندها عيال، وكلهم فجأة بيبقى عندهم عيال. فالحارس قال لهم انتوا فاهمين غلط، انتوا مش مخطوفين ولا شيء، دي لعبة. فالشخص ده قال له امك يالا، وسانغ بيتكلم معاه وقال له احنا مش عايزين نكمل زي ما البند الثالث من العقد ما بيقول. فالحارس قال له مفيش اي مشاكل، بس الاول تعرفوا قيمة الجايزة بتاع اللعبة الاولانية، بعدها نعمل تصويت وبتنزل الكورة وبتنزل فيها فلوس كتير جدا. والجايزة بتاع اللعبة الاولى بتكون 25 مليار ايوان، لان كل واحد من اللي مات حطوله 100 مليون ايوان. والاستاذة هام بعد ما شافت الفلوس قالت له لو سمحت يا باشا عايز اقولك اني عقيمة اصلا وما بخلفش. بعدها بيعملوا تصويت هيكملوا ولا لا، والنتيجة بتكون 100 صوت قصاد 100 صوت، وما بيفضلش غير الراجل العجوز ده. الحاج ده بيفضل يفكر ويفكر لحد ما بيقول لا، وكده مش هيكملوا. بيكون في 100 لاعب عايزين يكملوا، قال لهم انه لازم ينفذ رغبة الاغلبية وبعدها هيبعت لهم تاني. والغريب في الموضوع انهم بيرجعوا تاني وبيدوا لهم هدومهم وفلوسهم اللي كانت معاهم. وسيونج اول ما بيرجع بيروح اسم الشرطه وبيحكي لهم على كل شيء، لكن محدش بيصدقه. وسيونج بيدي الضابط الرقم اللي معاه، والضابط بيتصل بيه وبترد عليه واحده وبتهزقه. وفي نفس الوقت بيكون في ضابط وبيشوف الكارت اللي كان مع سيونج، وبيطلع من الاسم وبيجيله اتصال ان اخوه ما دفعش الايجار ومش موجود من اسبوع. وبيروح الفندق وبتطلب منه الست ياخد حاجه اخوه لانه ما دفعش الايجار، وبيشوف كارت زي اللي شافه مع سيونج. فبيرجع تاني الاسم يدور على سيونج. في الوقت ده سيونج بيكون مع امه علشان تعبت ونقلوها المستشفى، وشكلها كده معظم اللي رجعوا من الجزيرة هيرجعوا للعبة تاني. سانغ اللي عليه قضايا والشرطة بتدور عليه، وساي البنت الحرامية بتروح لاخوها الدار اللي هي سايباه فيها، وبيعيط علشان مش عارفة تجيب له مامته، وده لانها دفعت فلوس لواحد علشان يهربها لكوريا الشمالية. ولكن الراجل خلع بالفلوس، وهي مسكت الراجل اللي عرفها بالراجل عملت معاه الغلط، وقالت له ان هجيب لك فلوس تاني لكن لو نصبت عليا هخليك تقعد معاها في البيت زي اختها. وده علي لاعب من الهند ضرب الراجل اللي كان شغال معاه علشان ما ادالوش فلوس، وهرب مراته وابنه وهو هيحصلهم. سيونج وهو راجع البيت بيلاقي الضابط مستنيه وبيقول له انه ضابط وعايز يعرف ايه الموضوع اللي كان بيحكيه في الاسم. قال له لا موضوع ولا حاجه. وبيخش سيونج البيت وبيلاقي الكارت اللي هيرجعوا بيه تاني، وبيرجعوا كلهم. في الوقت ده بيكون الضابط ماشي وراهم بالعربيه لحد ما بيلاقي عربيات كتير بتتجمع في سفينه، بيقدر انه يخش تحت عربيه منهم وبيدخل معاهم السفينه، وبيقتل واحد من الحراس وبياخد الهدوم بتاعته وبيرميه من السفينه. وكده الضابط هيقدر يدخل كواحد من الحراس. اللاعبين بيرجعوا لكن ما بيكونش 201، بيكون اللي رجع 187 بس، وكل واحد منهم عارف انه هيموت. وبيبداوا يعملوا تحالفات سيونج وسانغ والراجل العجوز وعلي، ولسه هتنضم لهم ساي. والحلو ده كمان عمل تيم. في الوقت ده الضابط بيكون جوه المكان وبيتعامل زيهم، واللي مساعده في الموضوع انه الحراس مش بيتكلموا ولا يعرفوا شكل بعض. بالليل هام بتطلب تدخل الحمام لكن الحارس ما بيكونش راضي، ولكنها مصممة فبيدخلوها الحمام. وكانت مهربة سجاير وحطها في علبة عازلة، وبتكون حطاهم فين؟ ما تسألش فين علشان عيب. تاني يوم اللاعبين بيتم توزيع الفطار عليهم، وبيكون في شخص بيغش وبيجيله اسم اللعبة الجاية واللي بيساعده مجموعة من الحراس. وبتبدأ اللعبة التانية وبتخش اللاعبين وبينطلب منهم يختاروا شكل من الأشكال دي. سانغ بيعرف اللعبة لانه كان بيلعبها وهو صغير، لكن ما بيقولش لسيونج وبيسيبه يختار لوحده. اللاعبين بتختار، بيطلع توقع سانغ صح، والدكتور علشان غشش قبلها بيكون عارف الاجابة. وسيونج اختار الشمسية، وساعة ما شافها عارف انها هتمطر وهيشيل قبح. واللعبة عبارة عن قرص من السكر، ولازم تطلع القرص ده من غير ما تكسره، ولو الشكل انكسر وانت بتطلعه مش هتاخد غيره، لا هتاخد فطيرك. والموضوع بيكون بوقت وبيكون قدامهم 10 دقايق. هام بيكون معاها ولاعة فبتنزل تحت الزحلية وبتسخن الإبرة وبتطلع الشكل. لا فاهمة هي بتعمل ايه. والدكتور كمان بيخلص وبيطلع الشكل، والساي كمان وعلي كمان بيطلعوا الشكل، وما بيبقاش فاضل غير سيونج علشان الشكل بتاعه صعب. بيكون فات وقت كتير لكن بيجيله فكرة وهو انه يلحظ فيه.
قصدي قرص السكر، خليك هنا ما تروحش بعيد. وبتكون فكرة ناجحة وشوية لاعبين لاحظوا وبدأوا يعملوا زيه، والحراس بيكونوا مراقبينهم بالكاميرات ومستغربين اللي بيعملوه ومش فاهمين حاجة، وبيرجعوا تاني للعنبر وبيكون فاضل 108 لاعب، يعني مات 79 لاعب، وقيمة الجايزة بتوصل ل 34 مليار ايوان. وبيروحوا يتعشوا وبيكونوا قاصدين يدوهم كميات اكل قليلة عبارة عن بيضة وازازة سفن. فالشبح ده بيشغل دماغه وبياخد هو والتيم بتاعه دور تاني، وبيكون في مجموعة ما خدتش فبيروحوا للحراس وبيتخانقوا معاهم، لكن الحارس بيقول له روح يلعب بعيد يا شاطر، وبيروح يتخانق مع البلطجي لكن البلطجي بيموته، والحراس ما بتعملش حاجة. وواحد بيقول ان اللاعب ده تم اقصائه وبتنزل فلوسه في الكرة عادي، معنى كده انهم عادي يموتوا ببعضهم. والدكتور بيكون مع مجموعة الحراس اللي بيساعدهم يسرقوا اعضاء الناس اللي ماتوا، مقابل كده بيقولوا له اللعبة الجاية ايه وبيدوا له اكل زيادة، وكمان خروجه سهل وبيخرج عادي للحمام. وبيجي وقت النوم والقائد بيكون منتظر وعارف ايه اللي هيحصل، لان اللعيبة عرفوا ان اي حد هيموت فلوسه هتنزل عادي حتى لو هم اللي قتلوه. وبيفضل القائد يتفرج عليهم وهم بيخلصوا على بعض لحد ما الراجل العجوز بيطلع على السرير وبيقول له كفاية، فالقائد بيؤمر الجنود انهم يدخلوا. في اليوم ده بيفضل من اللعيبه اللي كانوا 108 اتبقى 80 لاعب وفلوسهم نزلت الكوره عادي. في الوقت ده بيكون الضابط ماسك التليفون بتاعه وبيكتب كل حاجه بيشوفها، لكن ما يقدرش يرسل اي حاجه علشان ما فيش شبكه فبيسجلها. تاني يوم بتبدا اللعبه الثالثه وبيسمعوا صوت بيقول لهم قدامكم 10 دقايق تكونوا فرق مكونه من 10 افراد. والبلطجي بيتخلى عن هان علشان عايز الفريق بتاعه كله رجاله وقوي، وهان بتتحايل عليه وبتقول له عيب يا اسطى، ده انا اديتك اغلى ما املك، واغلى ما تملك ده كانوا قبلها في الحمام وكانوا بيشربوا سجاير. فبتروح هان ترمي جتتها وبتدخل فريق سيونج اللي بيكون ميت لان ساي جابت لهم بنت كمان. اللعبة التالتة بتكون شد الحبل وال80 لاعب بيعملوا 8 فرق عن طريق قرعة، واول فريقين فريق البلطجي وفريق تاني قصاده، وبيبداوا يشدوا، ولما فريق بيوقع التاني بتنزل المقصلة وتقطع الحبل. بعد كده بيجي مجموعة من الحراس وبتلم الجثث، والفريق اللي بعده بيكون فريق سيونج وهيقابل فريق كله رجالة، والراجل العجوز بيقول لهم ان احنا ممكن نكسب بس القائد لازم يكون شجاع. تاني حاجة ما نوقفش في ناحية واحدة، يعني لاعب يمين ولاعب شمال. بعد كده اول ما اللعبة تبدأ نفضل ثابتين، الفريق التاني هيرتبك ساعتها احنا نتقدم 3 خطوات قدام، فريق الخصم هيقع ساعتها نشد احنا، وفعلا بتنجح خطتهم وبيكسب فريق سيونج. اللعبة بتخلص وبيفضل 40 لاعب، وكل اللعيبة بتبقى خايفة يحصل زي ما حصل امبارح انهم يقتلوا بعض بالليل، ولكن ما بيحصلش حاجة. والدكتور بيطلب انه يخش الحمام وبيطلعوه، لكن ما بيكونش رايح الحمام وبيكون رايح عشان يشرح الجثث الناس اللي ماتوا علشان يطلع الاعضاء. والحراس بيبيعوها. الحارس اللي قتله الضابط كان رقمه 29 وكان واحد من الحراس اللي بيتاجروا في الاعضاء، فكان مضطر يروح معاهم. وحارس من الحراس بيبدأ يتكلم مع الدكتور وبيقول له خلي بالك لان المرة اللي فاتت الناس ما رضيتش تاخد بعض الاعضاء، والدكتور قال له انه صحي وهو شغال فيه وكمان كان بكلية واحدة. و29 بيكون سامع الكلام والكلام بيشده لان اخوه كان بكلية واحدة، ورقم 29 بيسألهم عملتوا ايه فيه لما صحي، فبيقولوا له موتناه، لكن ازاي بتسأل وانت كنت موجود؟ وبيبداوا يشكوا فيه، لكن حظه حلو لان الدكتور بيزعق وبيقول لهم اسكتوا لان مش عارف اركز والا هبوظ الشغل. والدكتور بيخلص شغله، والضابط وواحد كمان هيروحوا يسلموا الاعضاء لواحد بيجيلهم بسفينة وبيرجعوا الجثث علشان تروح المحرقة. والدكتور بيسألهم اللعبة الجاية ايه، قالوا له ما نعرفش. الدكتور بيتعصب لانه لو ما عرفش اللعبة الجاية هيموت، وبيمسك المشرط وبيبدأ يموت في الحارس ده والحارس التاني، وبيحاول يهرب. واول ما بيطلع بيشوفوا الحارس وبيكون في حارس تاني بيجري وراه وبيحاول يطمنه، بيقول له ما تخافش انا هحرق جثث الحراس دول لان عاد الحراس تموت، وبيرمي سلاحه وبيقلع الماسك علشان يطمنه. والدكتور بيطمن له لكن الحارس كان بيضحك عليه وعايز يموته. وفجأة بيظهر القائد وبيقول للحارس تتاجر في الأعضاء ماشي، تكسر القاعدة وتقلع القناع نعديها، انما تغش اهو ده اللي مش ممكن ابدا. وبيموت الحارس ده هو والدكتور، وبيبدأ يدور على باقي الحراس اللي شاركوا في الموضوع. بعدها الضابط بيقول للحارس اللي معاه انتوا عملتوا ايه في ابو كلية واحدة؟ ده كان اخويا. قال له اخوك ايه يا عم، دي كانت بنت، لكن لو عايز تلاقي اخوك الارشيف في غرفة القائد هتلاقي فيه كل البيانات. فالضابط بيقتله لان خلاص ما بقاش محتاجه. وبعدها بيروح غرفة القائد وبيلاقي بدلة عليها راس غريبة، وبعدها بيلاقي الأوضة اللي فيها الأرشيف. بعدها القائد بيلاقي جثة الحارس اللي مات وبيقول لهم دوروا على اللي قتله لأن أنابيب الأكسجين كلها كاملة.
فاكيد هو هنا ومهربش. بعدها الضابط لقى اسم اخوه، بيعرف انه كان مشترك في دورة الالعاب بتاع 2015 لان اللعبة دي بتتعمل كل سنة، وبيجيب المجلد بتاع 2015 وبيلاقي اخوه. بيفضل الحراس تفتش المكان على الحارس رقم 29 اللي مختفي، ولكن محدش بيلاقيه لانه موجود في مخزن القائد، وبيتم الاعلان عن اللعبة الرابعة. وهم في طريقهم لقاعة الالعاب بيلاقوا 5 اشخاص مقتولين ومتعلقين من ايديهم، منهم الدكتور، وبيعرفوا انه ده جزاء اللي بيخون اللعبة. وبيروحوا كلهم ناحية قاعة اللعبة، وبتكون اللعبة هتتلعب فريق، كل فريق شخصين بس، وبيتحالف سانج مع علي، وبيكون سيونج مش عارف يجيب حد معاه، وبيحاول لاعب يقنعه يلعب معاه لانهم 40 لاعب، لكن بعد موت الدكتور بقوا 39. معنى كده في لاعب هيفضل لوحده مش هيلعب وهيتم اقصائه، وغالبا هيكون الراجل العجوز ده. فبيقرر سيونج يعمل فريق مع الراجل العجوز، وهان مي هي اللي بتفضل لوحدها، والفرق بتتحرك على قاعة تانية، والحراس بياخدوا هان مي، وبيتم توزيع اللاعبين على اماكن شبه الحي، وكل لاعب بياخد 10 بليات في ايده، والقانون الوحيد ان الفايز هو اللي ياخد بلي شريكه ويبقى معاه ال20 بلية من غير عنف، وقدامهم 30 دقيقة بس. وبيبدأ كل فريق يخترع اللعبة اللي هيلعبها سواء بالتخمين او بالمراهنة، لكن العجوز بيرفض يلعب وبيفضل يتمشى في المكان لحد ما سيونج بيمسك فيه وبيقول له لازم تلعب والا هنموت سوا، وبيقول له انه مبسوط باللعب معاه وهيناديله باسم جامبو يعني صديق. وبيخسر سيونج 9 بليات وبيفضل معاه بلية واحدة، وبيكون علي بيكسب سانج، وسانج بيترعب انه ممكن يموت، وسانج بيقدر يقنع علي ان اللعبة مستحيل تقتل فريق، وانهم يقدروا يعيشوا هما الاتنين، وان اهم حاجة دلوقتي يدوروا على لاعبين ضعاف. وبيوافق علي على كلامه، وبيعرض سانغ عليه انه ما يفضلش ماسك البلي في ايده، وانه يعلقهم على رقبته، وبيعمل له قماشه يعلق بيها الكيس، لكنه بيبدل كيس البلي بتاع علي بكيس البلي بتاعه من غير ما حد ياخد باله، وبيفترقوا. وسيونج بيستغل حاله الزهايمر عند العجوز وبيكسبه، وما بيفضلش معاه غير بليه واحده بس. وسانغ بيسلم كيس البلي اللي سرقه من علي وبيسلمه للحارس، وبيشوف علي وهو طالع من القاعه وما بيفهمش ازاي كسب، وبيفتح الكيس اللي معاه بيلاقي مليان زلط، وبيعرف ان سانغ كذب عليه وبيموت علي. وكاندي بتلعب مع بنت، وبعد ما بتعرف قصتها بتقرر تتنازل عن البلي في سبيل ان كاندي تكسب وترجع لاخوها اللي في دار الرعايه. وبيكمل سيونج ماشي ورا العجوز لحد ما بيوصل لمكان شبه بيته زمان، وبيفضل يحكي ذكرياته لسيونج، وبيشكره انه لعب معاه، وبيديله اخر بليه معاه، وبيقول له انه افضل جامبو لعب معاه. وبيموت العجوز، وبيتم نقل الاموات للمحرقه، وبيكون القائد قلقان بسبب ان هوانج لسه ما اتقبضش عليه، وبيطلب البحث عنه بسرعه قبل ما الشخصيات المهمه توصل. وبيرجع اللاعبين لقاعه النوم، وبيلاقوا ان هان لسه عايشه بسبب انها ما لعبتش، فما كانش ينفع تنقتل. وبيظهر على الشاشه ان فاضل 17 لاعب بس. وبيرجع القائد لغرفته، بيلاقي سلك السماعه متغير عن اخر مره سابه فيها، فبيعرف ان الدخيل موجود في غرفته هو، وبيبدا يفتش بنفسه المكان. وقبل ما بيلاقيه بيجيله تليفون ان في جثة موجودة على شط الجزيرة، وبيروح له وما بياخدش باله من هوانج. وبيروح بيلاقوا واحد ميت ومعاه بطاقة الشرطة واسمه هوانج، وبيكون نفس الشخص اللي هوانج قتله وحط البطاقة بتاعته في هدومه. وبيجي 6 اشخاص لابسين اقنعة ذهبية، وبيقابلوا القائد وبيطلبوا يقابلوا المضيف بتاعهم، لكن القائد بيقول لهم ان المضيف مش هيقدر يقابلهم بسبب ظروف طارئة، لكن الالعاب هتتلعب كالمعتاد. وبيكون هوانج سامعه وهو مستخبي في فتحة التهوية. وبتكون لعبة الحبار هي لعبة مراهنات لكبار رجال الأعمال، وكل اللي حصل بيكونوا قادرين يشوفوه على شاشات بيوتهم، وبيراهنوا على الشخص اللي هيكسب. وبيتم توزيع رجال الأعمال على غرفهم لحد ما تبدأ اللعبة الجاية. وبيقدر هوانج يلبس لبس الجرسون بعد ما بيضربه، وبيشغل الموبايل بتاعه اللي فاصل شبكة على الكاميرا، وبيخبيه في البدلة. وبيصحوا اللاعبين على خبر ان في واحد شنق نفسه بسبب انه خسر مراته في لعبة البيلي، وبيقل عدد اللاعبين ل 16 لاعب. وبتبدأ اللعبة الخامسة، وبيتحركوا على قاعة الألعاب، وبيلاقوا 16 تمثال قدامهم، وبيطلب منهم كل واحد يختار رقم من اللي قدامهم، وبيكون رجال الأعمال بيتفرجوا عليهم بعد ما أغلبيتهم بيختاروا الأرقام الوسطى. بيتقال لباقي اللاعبين ان الأرقام دي ترتيب أدوارهم في اللعبة، وسيونج بيروح وبيتردد انه ياخد رقم 1 ويبقى اول واحد يلعب او الاخير وما يبقاش وقت ليه، لكن كل الارقام بتتاخد ما عدا الاول والاخير. وبيفضل واقف قدام رقم 1 لحد ما بيجيله اللاعب رقم 96، وبيقول له انه عايز ياخد رقم 1 علشان نفسه يبقى الاول في حاجة في حياته. وبيوافق سيونج وبياخد هو رقم 16، وبيروحوا قاعة اللعبة الخامسة، وبيكون قدامهم جسر زجاج لازم كل لاعب يعدي عليه، ويكون الزجاج نوعين، زجاج مقوى يتحمل اللاعب وزجاج عادي مجرد ما يقف عليه يقع ويموت بسبب الارتفاع. وبيبدأ أول لاعب وبيموت في الخطوة التانية. مش عايز تبقى الأول، يخيبك إلهي.
وبتبدأ اللعبة التانية وبتفتكر تاخد خطوة شمال وخطوة يمين وبتقع في الخطوة التالتة ليها، وبيبدأ باقي اللاعبين يدخلوا ورا بعض. وبيكون سيونج في امان ان كل البلاطات اللي قدامه هتتكشف، بس في مشكلة بسبب الوقت، وبينزل اللاعب رقم 6 علشان يصلي ويضيع في الوقت لحد ما واحد من اللي وراه بيتخانق معاه، لكن اللاعب رقم 6 بيرميه على لوح الازاز اللي قدامه وبيتكسر بيه وبينط على اللوح التاني، وبيفضل اللاعبين يقفوا لحد ما البلطجي بيبقى هو اول واحد، وبيقول للي قبله انه مش هيتحرك واللي عايز يعديه يعديه، وبكده يكون ضمن انه مش هيموت لانه اول واحد، لحد ما هام بتزق اللي قدامها بتموته، وبتبقى هي اللي وراه وبتقول له انها هي اللي هتعدي قدامه، وبتيجي جنبه وبتقول له انها وعدته لو خانها مش هتسيبه، وبتحضنه وبتنط بيه وبيموتوا هما الاتنين. وبيقل عدد اللاعبين ل4 بس، وبيكون اولهم واحد اشتغل في مصنع ازاز لمدة 30 سنة وقدر يعرف الازاز المزيفة من خلال انكسار الضوء. واول ما القائد بياخد باله بيطفي النور عليهم علشان اللاعب يعتمد على الحظ بس، وبيجي تليفون للقائد ان في واحد من رجال الاعمال مغمى عليه في غرفته، وبيفهم ان لسه الدخيل موجود، وبيروح لغرفته فبيلاقي اثار عند فتحة التهوية وبيبص فيها فبيشوف هوانج وهو بيهرب. وبنرجع للعبة وبيكون الوقت قرب يخلص، وبيضطر سانغ انه يرمي اللي قدامه على لوح الازاز وبينكسر وبيموت اللاعب، وبيعدي هو وكانج وسيونج بسلام وبيكسبوا اللعبة. ومجرد ما الوقت بيخلص بيتم تفجير كل الواح الازاز اللي وراهم، والقائد امر بالبحث عن الدخيل في المية ولازم ينقبض عليه قبل هروبه من الجزيرة. وبيرجع اللاعبين قاعة النوم وما بيكونش فيه غير 3 سراير على عاداتهم، وبيجي واحد من الحراس وبيهنيهم على وصولهم للمرحلة دي، وبيقول لهم في مفاجأة هيروحوها بعد ما يلبسوا البدل اللي قدامهم. وكانج بتكون اتصابت بقطعة ازاز لحظة التفجير وبيقدموا لهم اكل فاخر، وبتكون الحراس بتطارد هوانج على الجزيرة علشان يبعت الصور والفيديوهات لرئيسه في الشرطة، لكن بيحاصروه عند طرف الجزيرة. وبيجيله القائد وبيقول ان المسدس بتاعه ما بقاش فيه غير رصاصة واحدة بس، هوانج بيضربها في القائد وبيقلع القائد القناع بتاعه، وبيطلع القائد هو اخو هوانج وبيطلب منه يسلم نفسه، لكن هوانج بيرفض فبيضربه بالنار وبيقع من على الجزيرة وبيموت من اخوه اللي كان اصلا داخل الجزيرة علشان يدور عليه وينقذه. وبعد ما اللاعبين بيخلصوا اكل بيدوهم كل واحد سكينة وبيرجعوا لقاعة النوم ومعاهم السكينة، وبيروح سيونج الكانج وبيقول لها انها مصابة وانه مش جاي علشان يقتلها وعايز يبقوا في فريق ضد سانغ، لان بعد اللي عمله في اللعبة ما بقاش يثق فيه، وبتطلب منه كانج ان اللي يعيش بعد اللعبة الاخيرة يهتم بعيلة التاني، لكن بيغمى عليها بعدها بسبب انها نزفت كتير. وبيجري سيونج على البوابة وبيطلب انهم يساعدوا كانج، وبيفتح الباب وبيدخلوا بتابوت وبيبص وراه بيلاقي سانغ قتل كانج، وبيفضل 2 لاعبين هم سانغ وسيونج. وبتبدأ اللعبة الأخيرة وهي لعبة الحبار، وبيعملوا قرعة علشان يعرفوا مين هيبقى الهجوم ومين الدفاع، وبيطلع سيونج هو الهجوم وبيقول لهم الحارس ان الهجوم لازم يدخل جوه الرسمة بتاع الحبار ويتجاوز الدفاع ويدوس على راس الحبار علشان يفوز، ولو قدر المدافع انه يطرد المهاجم بره الرسمة هو اللي هيفوز، ولو حصل اي حاجة ولاعب ما قدرش يكمل هيعتبر خسران. وبيبدأ سيونج ينط على رجل واحدة وهو بره الرسمة لحد ما بيقدر يدخلها، واول ما سانغ بيقرب منه سيونج بيرمي رملة في وشه، وسيونج بعدها بيمشي على رجليه الاتنين علشان يبقى اسرع، وبيسأل سانج عن سبب قتله الكانج، بيقول له انهم ممكن يصوتوا على انتهاء اللعبة والاغلبية كانت معاه فكان عايز يضمن انه هيكمل علشان يكسب. وبيبدأ سيونج يهجم عليه جوه الرسمة وكل واحد بيحاول يقتل التاني بالسكينة اللي معاه لحد ما كل واحد فيهم بتقع منه السكينة، ورجال الأعمال بيتفرجوا عليهم، وبيقدر سيونج انه يضرب سانغ ويوقعه على الأرض وبيغرز السكينة جنب راسه وبيقول له انه مش هيقتله، وبيروح ناحية راس الحبار، وقبل ما يدوس عليها بيرجع للحارس اللي موجود وبيقول له انه هيستسلم ومش هيكمل اللعبة، وبيقول له سانج كمان هيستسلم، وبيبلغ الحارس القائد ان سيونج عايز يلغي اللعبة ومتنازل عن الفلوس كلها. وقبل ما سانج بيوافق بيمسك السكينة ويقتل نفسه، وقبل ما يموت بيوصي سيونج على والدته، وبيكسب سيونج اللعبة والجايزة اللي قيمتها 45 مليار. وأول مرة سيونج بيقدر يتكلم مع القائد إنهو، وبيقول له القائد انهم مجرد سباق خيول وانهم بيتم المراهنة عليهم من رجال الاعمال وبس. وبيتم تقدير سيونج وبيترمي في الشارع وبيكون في بقه فيزا، واول ما بيفوق بيروح علشان يشوف فيه كام في حسابه، وبيحط كلمة السر اللي بتكون 456 وهو نفس رقمه في اللعبة، وبتكون كل الفلوس موجودة في حسابه. وبيرجع بيته وبيقابل امه سانج وبتشوفه شكله متبهدل فبتديله اكل ليه ولامه العيانة. وبيروح سيونج بيته وبيلاقي امه ماتت بسبب مرض السكر اللي كان عندها. وبتعدي سنة وبيكون سيونج شكله زي المتشرد وما بيصرفش اي فلوس من اللي معاه،
لدرجة انه بيستلف فلوس من صاحب البنك اللي طلب يقابله علشان يطمن عليه، لان حسابه فيه مبلغ كبير ومفيش اي سحب بيحصل منه. وبيكون قاعد على البحر وبيلاقي ست كبيرة بتقوله يشتري ورد منها قبل ما يدبل، فبياخد وردة وبيلاقي فيه ظرف مكتوب عليه لعبة الحبار، وفيه ميعاد وعنوان مكتوبين عليه من حد اسمه جامبو، ودي الكلمة اللي قالها له الراجل العجوز ساعة لعبة البيلي. فبيروح على العنوان وبيلاقي الراجل العجوز نايم على سرير في المستشفى، وبيستغرب ازاي هو لسه عايش. والعجوز بيقول له انه ورا كل اللي حصل، وبيسأله هو ليه سابه عايش، لكن العجوز ما بيردش عليه، بيقول له هو عايز يلعبه لعبة أخيرة. وبيبص في الشارع بيلاقي راجل متشرد مرمي، وبيقول له لو الراجل فضل مكانه لحد نص الليل يكسب، لكن لو حد ساعده سيونج يكسب. وبيغريه وبيقول له انه لو وافق هيجاوبه على كل اسئلته، وسيونج بيوافق. وبيكون فاضل تلت ساعة على نص الليل، وبيقول له العجوز ان الشيء المشترك بين الغني والفقير ان مفيش حد فيهم مرتاح، وانه عمل اللعبة دي للتسلية. والاجابة على سؤاله فهو انقذ حياته لانه استمتع باللعب معاه ورجع له ذكريات عن طفولته. وقبل ما الساعة تيجي 12 بتيجي الشرطة وبتساعد الشخص اللي في الشارع، وسيونج بيكسب الرهان. وقبل ما يقول له على السر العجوز بيكون مات، وبنعرف ان العجوز كان المضيف لرجال الاعمال ومشي قبل ما ييجوا لانه بيكون خد المتعة اللي هو عايزها من اللعبة. بعدها سيونج بيغير شكله وبيروح دار الرعاية وبيطلب رعاية اخو كانج، وبيديله امه سانغ علشان تربيه، وبيديلها شنطة فلوس علشان تهتم بنفسها وبيه. بعدها بيتصل ببنته بيقول لها انه جاي لها ومعاه هدية ليها، وبيكون في محطة القطر وبيشوف اول شخص لعب معاه وخلاه يشترك في لعبة الحبار، وبيجري وراه وبيحاول يمسكه لكنه بيهرب في اول قطر. وبيلاقي مع الشخص اللي كان واقف معاه كارت اللعبة، وبيعرف ان اللعبة لسه مستمرة وما وقفتش بعد موت العجوز. وبيتحرك على المطار علشان يروح لبنته امريكا، ومعاه كارت اللعبة اللي خده من الراجل. وقبل ما يطلع الطيارة بيتصل على الرقم اللي كان على الكارت وبيقول لهم انه مش حصان، وعايز يعرف ازاي قادرين يعملوا كل الجرايم دي ويكرروها تاني. وبيرد عليه واحد ويقول له انه عارف انه اللاعب رقم 456، وبينصحه انه يركب الطيارة اللي قدامه ويستمتع بالفلوس وما يدورش عليهم تاني، لكنه بيقول لهم انه مش مسامحهم وبيقفل السكة وما بيركبش الطيارة وبيقرر ينتقم منهم. ولحد هنا نكون وصلنا للنهاية. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو، واشوفكم الفيلم الجاي. سلام.